الثانية على ملعبه، خسر بالجولة الأولى من الميناء. طبعا خسر بهدف مقابل 3 بانتظار صافرة الحكم طاقم تحكيم اللقاء. إذن الحكم أحمد قاسم يطلق صافرته بداية للقاء نفط ميسان ونوروز لحساب الجولة الثانية دوري النجوم العراق موسم 25-26. طاقم تحكيم اللقاء أحمد قاسم يساعد محمد أحمد شاكر وصفد صباح وعلي أحمد شاكر وأمجد طبعا كامل في غرفة الفار وحسين فلاح. توفيق لنفط ميسان ونادي نوروز في هذا اللقاء. كل يعلم نفط ميسان طبعا قادم من خسارة من الميناء على هذا الملعب بهدف مقابل 3. نوروز فاز على الكهرباء بال3-2. لدينا خامس الترتيب نادي نوروز مع صاحب المركز 19 نفط ميسان في هذا اللقاء. كرام الضيف، والضيف هو نوروز وبالأبيض على يمين الشاشة، ومدربه السيد سفج المدرب الصربي لنوروز. نوروز يلعب بهاني شاكر بحراسة المرمى. خط الدفاع محمد دلاور، توتش، هناك ميرسش وتقي فلاح. بالوسط هيران عزاد، روان يوسف. الانطلاق الآن أو روى يوسف اللاعب جيان بيريرا، وهناك آسو رستم، كلاديو أوليفيرا، مروان حسين. بينما نفط ميسان باللون العنابي ويلعب من يسار الشاشة، ومدرب الأردني عبد الله أبو زمع. نفط ميسان يلعب بأحمد خالد بحراسة المرمى. خط الدفاع مصطفى عبد الجليل، سواليو أوتارا، مهند حبيب، مصطفى محمد جبر. بالوسط النيجيري ماثيو، محمد سلام، هناك ديمي داوودة، علي لطيف، يوسف محمد اللاعب اليمني، وفي المقدمة حسين طالب. توفيق لنفط ميسان ولنادي نوروز في هذا اللقاء. مباراة ثانية طبعا لنفط ميسان على ملعبه. هذا آسو رستم عنده هدف على الكهرباء في مباراة 3-2 في الجولة الأولى. لاعب اللي لعب طبعا للشرطة ولعب السالمية الكويتي. بالنسبة لي آسو رستم 9 أهداف لآسو رستم طبعا في الموسم الماضي. أمامية من توتش سهلة جدا للحارس أحمد خالد فريق نفط ميسان، ويحاول طبعا مع مدربه عبد الله ابو زمع اللي يتحدث عن اهميه هذا اللقاء، وقال هي رغبه لتغيير طبعا الصوره، وكذلك ثقه كبيره باللاعبين. يريد التعويض بعد الخساره من الميناء على ملعبه. كره من باتينا اللاعب الفرنسي راجعه هذه المره الى ميرسش الصربي. تمرير مع توتش أمامية. البحث عن محمد دلاور، لكن أقرب مصطفى عبد الجليل يقطع بالكرة. دلاور أقدم لاعبي الفريق يعيد الكرة داخل منطقة الجزاء. آسو قريب الصراع والإبعاد هذه المرة من مهند حبيب. كرة بها الوسط، ماثيو لاعب النيجيري اللي سبق أن مثل الميناء في الموسم الماضي يلعب الكرة. محاولة من يوسف محمد اللاعب اليمني، لكن القطع بالوسط. روى يوسف، روى يلعب الكرة هذه المرة إلى هيران عزاد لاعب القوى الجوية السابق. تسديد هذه المرة إلى ركلة مرمى. حاول اللاعب نولان أو هذا كلاوديو أوليفيرا مارادونا، طبعا 3 سنوات هنا الأردني عبد الله أبو زمع مدرب نفط ميسان، مدرب اللي درب عدة أندية هناك في الأردن. طبعا عمل مساعد مع الراحل المصري محمود الجوهري مدرب الأردن في 2005 إلى 2007. لاعب الدولي الأردني داليبور سفتج.
التماس الآن، قطع هذه المرة، كان من اللاعب ميريسيش قلبي الدفاع من صربيا، هناك توتش وهناك ميريسيش. محمد دلاور أقدم لاعبي الفريق في نادي نوروز، قطع للكرة من السنغالي ديمي داود. التحضير الآن، هجوم الآن، يحاول علي لطيف التمريرة والمحاولة. قادم الجديد من كربلاء حسين طالب، والخطأ هذا المدرب المساعد السويدي ياسين آراس. ربما هناك بطاقة، لاحظ، اعتقد البطاقة الصفراء الأولى. هل هناك شيء في بداية اللقاء؟ ربما هناك بطاقة حمراء، خلينا نشوف. حسين طالب بطاقة صفراء، وبالسلامة لهيران آزاد. هل ترتقي إلى الطرد؟ هي بطاقة صفراء أولى. لاحظ هذا التدخل. حسين طالب بطاقة صفراء، وربما هناك قرار بداية اللقاء. سبع دقائق. غرفة الفار وبانتظار القرار. أحمد قاسم مشكلة، وراح يتعرض لها نفط. بداية اللقاء أحمد قاسم والحديث مع أمجد كامل. هذه اللقطة، لاحظ هذه اللقطة. هل هناك تعمد؟ الدعس على هيران آزاد. اعتقد لا وجود لبطاقة حمراء، اكتفى بالبطاقة الصفراء على اللاعب حسين طالب، اللاعب القادم من كربلاء مع فريق دورينا. الشيء الجيد في بداية دورينا هو لا وجود للتعادل لغاية الآن. يعني تتحدث عن 11 مباراة انتهت بالحسم، 9 بالجولة الأولى مع تأجيل مباراة الشرطة والزوراء لارتباطهم الآسيوي، مباراتين يوم أمس، وجميع المباريات لا وجود للتعادل، كلها انتهت بالحسم. نادي ديالى بصدارة الترتيب ب6 نقاط، فريق اللي حقق العلامة الكاملة بالانتصار على أمانة بغداد والنجف طبعا خسر، فريق الوحيد اللي خسر المباراتين مرتين، خسر من أربيل وخسر من ديالى. بداية دورينا القطع من الإيفواري سواليو أوتارا، اسم آخر معنا فطميسان. سلامة لعلي لطيف، موسم ثاني، قادم من الصناعات الكهربائية، 5 أهداف الموسم الماضي. وهناك بطاقة صفراء، المباراة بادية بالبطاقات، المباراة بادية بالبطاقات. ربما هناك بطاقة هذه المرة على اللاعب نولان باتينا، لاعب فعلا بطاقة صفراء. على الفرنسي لاعب خط الوسط، شوف التدخل مع علي لطيف. كرة اللعب اتركها هاني شاكر إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب باتينا
لاعب الفرنسي. هاني شاكر الحارس اللي لاعب لزاخو وللنجف يلعب الكرة. ميرسش الى تقي فلاح، لاعب اللي سبق ان لعب لزاخو. اخطاء كثيرة يعني بداية اللقاء، والعاب خشنة بطاقتين صفراء في اول 10 دقائق. لاحظ التدخل والخطأ على محمد سلام، اللاعب اللي سبق اللاعب لأمانة بغداد والنفط والكهرباء. وللخطير طبعا آسو رستم. تقي فلاح يلعب الكرة، راجع آسو رستم إلى اللاعب كريستيان توتيش. من هناك التمرير، محاولة قريبة جدا تقطع من مصطفى محمد جبر لاعب الزوراء والقوى الجوية. التمرير الآن لنفط ميسان، كرة من يوسف محمد إلى ماتيو، تغيير إلى الجهة اليسرى عن طريق مصطفى عبد الجليل. هجوم الآن هذا الخطير ديمي داود، التمريرة إلى علي لطيف، محاولة لنفط ميسان لكن التغطية حاضرة والصراع مع ميرسش، وبالتالي إلى التماس لنادي نوروز. مباريات الجولة الثانية بدأت يوم أمس. ديالا حقق الفوز على النجف بهدف، وزاخو حقق الانتصار على القوى الجوية بال2-1. مباريات اليوم نوروز ونفط ميسان. هناك مباراة الكرخ مع نادي القاسم القرمة، طبعا يضيف النفط، والميناء يضيف أربيل. يوم غد ختام الجولة الثانية بلقاءات أمانة بغداد مع الموصل الزوراء مع الطلب، الغراف مع الكهرباء، والشرطة مع دهوك. تمرير الآن إلى اليسار، تقطع محمد دلاور، محاولة الآن وتصل الكرة إلى أحمد خالد الحارس على حساب حسن نجم. محاولة الآن التسديد لكن تصل لأحمد خالد حارس المرمى. حاول نادي نوروز عن طريق قراوة يوسف اللاعب القادم من نادي أربيل. لاحظ جولة أولى بادية بقوة ب9 مباريات بالحسم ولا وجود للتعادل، ونتمنى أن تكون الأهداف حاضرة في هذا اللقاء ولا وجود للتعادل. تقطع من أمام كلاوديو أوليفيرا بالوسط. ماتيو نفط ميسان، التمريرة الانطلاق الآن والمحاولة. حسين طالب، حسين يحاول حسين طالب عملية تمرير، ما مشت وياه. حاول بالكرة الماضية، كرة بالوسط، باتينا يلعب الكرة. محمد دلاور لاعب خبرة، أقدم لاعبي الفريق، الظهور الأول طبعا لنوروز في الدوري الممتاز كان في موسم 21، ومن أعاد كرة السليمانية إلى الدوري الممتاز بعد غياب أكثر من 9 مواسم. كان ولي كريم في موسم 21-22 مدرب. يعاد نوروز إلى دوري الأضواء. انطلاق الآن مصطفى محمد جبر يحاول لنفط ميسان، التمريرة علي لطيف يحاول بالكرة. داوود السنغالي وإلى الركنية. انقاذ من هاني شاكر حارس المرمى. لاحظ الانطلاقة والتسديدة. انقاذ من هاني شاكر. ركنية الآن. ركنية الآن. مصطفى محمد جبر لنفط ميسان. حاول نفط ميسان في هذا اللقاء تغيير الصورة والتعويض للخسارة
امام الميناء، عالية الكرة خطيرة، ومسك محكم وجيد من هاني شاكر، والخطأ حرة مباشرة لنادي نوروز. بعض عندي اول 3 مباريات بالدوري على ملعبه، ولما تلعب على ملعبك يجب على الاقل ان لا تخسر، ما تخسر ملعبك وبين جماهيرك، يكون لك فرصة وتعطيك الإضافة والأدفانتج. طبعا من تلعب على ملعبك يجب أن لا تخسر، لكن هو بدأ بخسارة مع الميناء، يواجه اليوم نفط ميسان، وفي الجولة الثالثة سيستقبل الغراف القادم الجديد لدوري نجوم العراق. أول 3 مباريات لنفط ميسان على ملعب. التماس الآن لنفط ميسان، مصطفى عبد الجليل يلعب الكرة إلى هنا في ميسان، وكان الفوز بهدف لديمي داوودة، بينما بالسليمانية تعادلوا الفريقين بال2-2. آسو رستم موجود لنوروز مع كلاوديو أوليفيرا أيضا موجود، بينما الهدفين لنفط ميسان كانت لديمي داوودة ولعثمان ساني. عاد عثمان ساني اللاعب السنغالي ترك الفريق، لكن ديمي داوودة موجود، وديمي داوودة أكثر من زار شباك طبعا نادي نوروز. 8 مباريات لغاية الآن ما بين الفريقين، 5 مباريات انتهت بالتعادل، مرتين طبعا انتصار لنفط ميسان وانتصار كان وحيد لنادي نوروز. لكن نوروز خلال 4 مواسم وفي 8 مباريات لم يحقق الانتصار على نفط ميسان في ميسان. محمد سلام حاول بالكرة، حكم يشير الاستمرارية، تقي فلاح نادي نوروز أمامية، تقي يحاول لآسو رستم، تمريرة من هناك محمد دلاور إلى روى، عملية الإعداد والتحضير، هذه المرة لتقي، تقي يلعب الكرة إلى هيران عزاد لاعب القوى الجوية السابق، يعيد الكرة تقي إلى اللاعب كريستيان توتش ميرسش إلى توتش، اسماء صربية مع مدرب صربي اللي هو سافيتش، داليبور سافيتش. كل يعلم الموسم الماضي كان المدرب البرازيلي فيرا مع نادي نوروز، وفيرا الاسم البرازيلي الكبير اللي حقق آسيا 2007 مع السود الرافدين. بعد ذلك أتى المدرب قحطان شتير، وفي هذا الموسم الصربي سافيتش. بينما نفط ميسان الموسم الماضي كان مع علي عبد الجبار، وبعد ذلك حسين عبد الواحد. لكن في مدرب أردني عمل قبل موسمين مع نفط ميسان، كان هيثم الشبول مدرب الأردني، كان مدربا لنفط ميسان، وعمل معاه اللاعب الدولي السابق محمد علي كريم. هيران عزاد يحاول بالكرة، لا وجود لي خطأ، محمد سلام تمريرة إلى ماثيو، نفط ميسان تمرير، محاولة علي لطيف، علي يحاول داخل منطقة الجزاء، اعتقد الراية والتسلل، الراية والتسلل. هذا حسين طالب، واصطدت الكرة، محاولة كانت لنفط ميسان. 20 دقيقة برت الشوط المباراة الأول،
يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي حبايب بين نفط ميسان ونادي نوروز. تمرير بالوسط، علي لطيف يعيدها، ماثيو، يوسف محمد اللاعب اليمني، تمرير سواليو بالوسط، ماثيو، نفط ميسان حاولت التمرير، راجع الكرة، مهند حبيب إلى مصطفى محمد جبر، انطلاق الآن، محاولة، راجع الكرة من توتش والإبعاد من هاني شاكر إلى التماس. أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 21، كان تعادل سلبي في ميسان، وفي السليمانية كان بالتعادل 1-1. سام سعدون وبنيامين أكور. سام سعدون طبعا سجل، كانت تسديدة قوية من علي لطيف لاعب الصناعات الكهربائية السابق، موسم ثاني مع نفط ميسان، واحد من اللاعبين المميزين طبعا. شوف باليسار علي لطيف، رائعة كانت، وعلت العارضة. طبعا نادي نوروز تأسس عام 94، موسم 21-22 وصل إلى الدوري الممتاز وبقيادة المدرب القدير ولي كريم. طبعا جماهير فرسان المملكة نادي نفط ميسان والمؤازرة، يغيب طبعا عن نادي نفط ميسان بداعي الإصابة 3 لاعبين، حاج مالك وقوامي وعلاء سعد، متعاقدوا مع حسين طالب من كربلاء، لاعب كريست من الكرب، حاج مالك اللاعب السنغالي، ويوسف محمد الحيمي من اليمن. بينما أسماء غادرت فريق نفط ميسان، تحدث عن أكرم رحيم ذهب للموصل، حسين مطر وأحمد زامل إلى ديالة، أوكيكي المهاجم المعروف الأفريقي غادر إلى الدوري الكويتي، وأيضا عثمان سانيه ومحمد سعيد. محمد سعيد ذهب إلى الحدود اللي هبط طبعا مع كربلاء ونفط البصرة إلى الدوري الممتاز. ميريسيش أمامية، قطع من أوتارا بالوسط، محمد سلام يلعب الكرة إلى ماثيو، ديمي داودة لمصطفى عبد الجليل، نفط ميسان عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن الإبعاد من الدفاعات نادي نوروز. هيران إلى روى، تمرير الآن آسو رستم، محاولة تمرير، قطع من مصطفى، حاول اللاعب نولان باتينا قريبة جدا والخطأ وبالسلام. خطأ على مروان حسين، 17 هدف في الموسم الماضي لمروان حسين. مروان حسين طبعا لاعب الزوراء ولاعب الشرطة، 17 هدف الموسم الماضي لمروان. هذا مروان كان هداف للدوري طبعا مروان حسين مع الشرطة في موسم 2014، الموسم اللي فاز بنفط الوسط بالدرع، كان مروان حسين هداف مع الشرطة ب 15 هدف.
بينما هنا لاعب الزوراء والقوى الجوية السابق مصطفى محمد جبر، وقريب علي الأردني عبد الله أبو زمع. يحاول في هذا اللقاء تعويض ومصالحة جماهير نفط ميسان. انطلاقة هذه المرة من مصطفى عبد الجليل إلى ديمي داود السنغالي، يحاول من الطرف الأيسر السنغالي تلعب لعلي لطيف، خطيرة سين طالب تصطد بالدفاعات، راجعة لمحمد دلاور وإلى التماس. هذا ديمي داودة 9 أهداف الموسم الماضي. محاولة الآن التماس لنادي نوروز. أحمد قاسم طبعا واضح بالصورة، حكم طبعا حكام الدرجة الأولى، وطالب طبعا في كلية آداب اللغة العربية مرحلة ثالثة. أول مباراة في هذا الموسم، بالمناسبة هو أدار مباراة التتويج للشرطة الموسم الماضي اللي كانت مع الحدود. روى تمرير، محاولة متابعة من مروان، لكن أقرب مصطفى وإلى الركني. ما كان التركيز والانسجام متناغم بهذه اللقطة. ركنية لنادي نوروز. هذا عبد الله أبو زمع أشرف على تدريب شباب الأردن، الوحدات، الكويتي، اتحاد كلبة بالإمارات، الأنصار اللبناني، وأشرف على تدريب بالمنتخب الأولمبي الأردني. تقي فلاح، ركنية الآن، تقي قريب، ركنية لنادي نوروز. تقي عالية داخل منطقة الجزاء وخطيرة لنادي نوروز. الانقاذ الآن، الهجمة المرتدة، انطلاقة الآن، الانطلاقة الآن، مصطفى تمريرة من هناك، سين يحاول، سين طالب، لكن القطع هذه المرة من روى. كلاوديو أوليفيرا قريب وإلى التماس. هذا البرازيلي كلاوديو أوليفيرا مارادونا. والإبعاد من أحمد خالد. محمد دلاور، كلاوديو أوليفيرا، راجع الكرة من ماثيو أوتارا، تمرير يوسف محمد، راجع الكرة لمصطفى محمد سلام، حاول بالكرة، سواليو إلى اليسار، ديمي داودة، انطلاقة لنفط ميسان، محاولة، تمرير قريبة جدا، بعد لي الكرة وإلى التماس. هذا ماثيو لاعب النيجيري، سبق اللاعب للميناء. مصطفى محمد جبر نفط ميسان يحاول، ساحة لعب نادي نوروز. التماس الآن، محاولة، قطع من تقي، وابعاد هذه المرة وتعود تماس. هذا روى يوسف، بينما هنا مصطفى محمد جبر، موسم ثاني مع نفط ميسان، قريبة جدا نادي نوروز، وبعيدة
بعيدة إلى ركلة مرمى من مهند حبيب. مهند حبيب كرة اللعب بالوسط. نادي نوروز روى إلى اليسار، تقي عالية لنوروز، خطيرة كلاوديو أوليفيرا، لكن تصل لمصطفى. هيران آزاد إلى روى. نادي نوروز يحاول بهذه الدقائق، حاول على الجهة اليمنى كلاوديو أوليفيرا، محاولة خطيرة لنادي نوروز، تسديد لكن بعيدة من البرازيلي كلاوديو أوليفيرا. حاول طبعا هنا هيران آزاد، بينما هذا ياسين آراس صاحب 31 سنة طبعا مع المدرب الصربي سافيتش. هناك صفا كاظم مدربا للحراس، روى امين محلل، وهناك رونالدو كاسترو مدربا للياقة، والمشرف جيجر. سنتحدث بعد هذه الكرة، محاولة خطيرة، الله، جول لفرسان المملكة، هدف 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 عن طريق النيجيري ماثيو، وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط ميسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة، حسين طالب عملية تحضير هذه المرة، شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة، لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. يتقدم نفط ميسان بهدف بتسديدة رائعة وصعبة من النسر النيجيري ماثيو لنفط ميسان. ميريسيتش يلعب الكرة بها الوسط، كلاوديو أوليفيرا يحاول الآن نادي نوروز، يحاول أن يعدل، أسورستم إلى اليسار، محاولة هيران، والتسديدة قوية كانت من لونهالن، عالية وخطيرة، ومروان يحاول لكن تصل لأحمد خالد. طبعا نادي نفط ميسان والبحث عن انتصار في هذا اللقاء لتعويض الخسارة أمام الميناء بهدف مقابل 3، لكن ليس بعد. هناك 10 دقائق بشوط المباراة الأول، وهناك أيضا شوط ثاني. لاحظ الكرة مروان ووصلت لأحمد خالد حارس نادي نفط ميسان الكل. طبعا هذا عبد الله ابو زمع مدرب الاردني لنفط ميسان، انجازات كثيره يعني
بطولات كثيرة مع الوحدات الأردني، أكثر من 5 مرات، موسم 13 14 15 18 21 عند السوبر الكويتي مع الكويتي. جماهير ميسان والفرحة بالتقدم لغاية الآن بالهدف للنيجيري ماثيو. الراية والتسلل هذه المرة، هذا سواليو أوتارا لاعب الإيفواري قائد فريق نفط ميسان، تلعب لمصطفى. تمرير الآن، راجع الكرة، مصطفى محمد جبر، قريبة جدا، حاول مصطفى مرة أخرى، هجوم الآن، لاعب اليمني يوسف محمد وإلى التماس. تقي فلاح موسم آخر مع نادي نوروز، لاعب اللي سبق اللاعب للكرف ولاعب لزاخو. تقي يلعب الكرة مع آسو، راجع الكرة بها الوسط، هذا صاحب الهدف النيجيري ديمي داوودة لمصطفى. التمرير، لاعب اليمني يوسف، قطع من تقي، لا وجود لشيء. هجوم الآن، آسو، رستم، تمريرة إلى كلاوديو، من هناك دلاور، محمد دلاور يلعب الكرة قريبة جدا، ومحاولة الإبعاد من مصطفى محمد إلى التماس. تماس لنادي نوروز. هل هناك شيء؟ هل هناك بطاقة؟ خلينا ننتظر. شوف التدخل في هذه اللقطة، لا وجود لشيء. كان تقي فلاح. تماس لنادي نوروز. تقي قريب، يلعب الكرة، محاولة كانت من الفرنسي نولان باتينا. ميريسيش يلعب الكرة، تمرير أوليفيرا وبعيدة، كلاوديو أوليفيرا والكرة بعيدة إلى ركلة بر. هذا ياسين أراس مدرب السويدي، طبعا المساعد لسافيتش مدرب الصربي. احمد خالد يلعب الكرة، حاول الان، راجعة نادي نفط ميسان يبحث عن ثاني الاهداف اللي غلط طبعا تأمين النتيجة، لكن هو امام نوروز اللي يحاول ان يعدل. ايران ازاد، محاولة الان، مروان حسين، انطلاقة وتسديدة، لكن الكرة الى ركلة. يطالب مروان بركنية، لكن الحكم اقرب ويقول له انا شايف وانا اللي قرر. الحكم احمد قاسم. خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. يعني تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. تقدم نفط ميسان فرسان المملكة على نادي نوروز بهدف سجل عن طريق اللاعب ماثيو، لاعب النيجيري. تقي يلعبها، حاول الآن تمرير، انطلاقة،
حسين طالب بظهور أول قادم من كربلاء. تمرير الآن علي لطيف خطيرة ويتصل لهاني الشاكر. حصل الكرة. الموسم الماضي نفط ميسان كان بالمركز 11 ب 51 نقطة. حقق الانتصار نفط ميسان 14 مرة، تعادل 9، خسر 15، سجل 42 واستقبلت شباكة 46 هدف. بينما نوروز كان تاسع الترتيب ب 53 نقطة. محاولة الآن قريبة جدا، عاد من الدفاعات. دلاور لكلاوديو أوليفيرا، لكن القطع الممتاز من مصطفى عبد الجليل. يلعب الكرة داوودة، ديمي داوودة تلعب محاولة التمرير الآن والقطع من مهند حبيب. ميرسيش عيد الكرة إلى توتش، إلى ميرسيش بالوسط. روى يوسف نادي نوروز، قطع للكرة، متابعة هذه المرة من سواليو أوتارا. عملية التمرير كلاوديو أوليفيرا، محاولة قريبة جدا وبعيدة من آسو رستم إلى ركلة أو ركنية. صدت وركنية. هذا آسو رستم 9 أهداف الموسم الماضي، عنده هدف على الكهرباء في مباراة 3-2 في الجولة الأولى. بينما هنا مصطفى محمد جبر. كلاوديو أوليفيرا يحاول نادي نوروز. أوليفيرا عالية قريبة جدا. الانطلاق الآن. مصطفى عبد الجليل يلعب الكرة للاعب اليمني يوسف محمد. يلعب الكرة خطيرة 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 لحسين طالب، لكن تدخل بالمرة الأولى من المدافع، المرة الثانية من هاني شاكر. إلى روى يوسف. ربما هناك لاعب آسو رستم السلامة، مهاجم نادي نوروز، لاعب الشرطة والسالمية الكويتي. هل هناك بانالتي؟ هل هناك ركلة جزاء؟ خلينا نشوف، ننتظر قرار الفار. حديث ما بين أحمد قاسم حكم اللقاء وغرفة الفار مع أمجد كامل وحسين فلاح. هل هناك قرار؟ هذه اللقطة سواليو أوتارا. لاحظ هذه اللقطة، أوتارا مع آسو رستم. هل هناك شيء؟ حديث. انتظر قرار الحكم. عودة إلى الفار، عودة إلى الفار. حكم أحمد قاسم والعودة إلى الفار وننتظر القرار. ننتظر القرار. هل ترتقي إلى ركلة جزاء؟ لاحظ اليد اليسرى لسواليو أوتارا مدافع نفط ميسان مع آسو رستم مهاجم نادي نوروز. طبعا دقيقتين كوقت بدل ضائع. ننتظر القرار.
لاحظ اليد اليسرى. هل هناك شيء؟ ننتظر القرار من أحمد قاسم حكم اللي يدير هذا اللقاء. بانتظار القرار. حديث مع غرفة الفار، مع أمجد كامل، مع حسين فلاح. عاد لاعبين نوروز يريدوها ركلة جزاء، لاعبين فوت ميسان ما بين هذا وذاك. ننتظر القرار. قرار أحمد قاسم. أحمد قاسم ركلة جزاء لنادي نوروز والبطاقة الصفراء. بطاقة صفراء على سواليو أوتارا، وركلة جزاء بنالتي لنادي نوروز. بطاقة صفراء على الإيفواري كابتن وقائد فريق نفط ميسان سواليو أوتارا. ركلة جزاء لنادي نوروز. لاحظ هنا الإعادة. بالتالي أحمد قاسم حكم اللي يدير اللقاء يحتسب ركلة جزاء، يا أما خلينا نشوف اللي ينفذ ركلة جزاء بنالتي لنادي نوروز. أحمد خالد بطاقة صفراء. قد على أحد الإداريين طبعا، هذا كلاوديو أوليفيرا. ركلة جزاء. انتهى الموضوع يا أوتارا. ركلة جزاء وبطاقة، وهذا الحديث روى ما يريد يشاهد التنفيذ. تترك لآسو. آسو رستم سبب بركلة جزاء وينفذ ركلة الجزاء الآن. آسو رستم لنوروز. ركلة جزاء مع أحمد خالد. آسو يتقدم. آسو رستم وجول لنادي نوروز. هدف التعديل. يعدل آسو رستم، يعدل الكابتن لنوروز. وواحد واحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. آسو رستم هذا بالمناسبة هدف الثاني في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفيا لآسو في كل جولة هدف لغاية الآن. سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا. وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية، وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة. التعديل لنوروز حبايب بالواحد لغاية الآن. تقدم أولا طبعا ماثيو النيجيري لنفط ميسان، ويعدل الآن آسو رستم لنادي نوروز. 1-1. أحمد قاسم حكم اللي يدير هذا اللقاء. تقي فلاح لنادي نوروز الآن 1-1.
ربما سينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وبانتظار أحداث الشوط الثاني. آسو رستم ينتظر الانطلاق من هناك، دلاور، محمد دلاور عالية، خطيرة خطيرة خطيرة، الرأسية من مروان حسين، وبالتالي اعتقد سيطلق الصافرة. هذا اللاعب هيران آزاد، بينما هنا أحمد خالد. 1-1 الشوط الأول. عالية الكرة تلعب، وصافرة الحكم طبعا أحمد قاسم تنهي أحداث شوط المباراة الأول. الشوط الأول بين نفط ميسان ونوروز ينتهي بالتعادل بال1-1. تقدم أولا طبعا ماثيو النيجيري النفط ميسان، اللاعب الواضح بالصورة، وعدل من ركلة جزاء آسو رستم طبعا لنادي نوروز. نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف. ألتقيكم في بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء.